حمد ربنا إنه ما اعتمدش على التمثيل، وكان خايف دايما إنه يتجمع له تبرعات في آخر أيامه. ابن واحد من نجوم الكوميديا وما اعتمدش على أبوه في أي حاجة. بدأ تمثيل بدري قوي، والتجارة أخدت منه رقات. حرفته في الصنعة ما كانتش في مصلحته خالص، وشريهان كانت السبب في كل اللي حصل له والتعب اللي حصل له. سامحها عليه ولا لأ؟ الراحل سيد صادق ساب الدنيا وهو عنده 80 سنة في صمت كبير، وما عملش أي دوشة خالص، لا بتعب ولا غيره، وراح من الدنيا مستور زي ما كان عايز بالظبط. وابنه حقق حلمه اللي كان نفسه فيه. يا ترى ازاي شريهان هي اللي كانت السبب في التعب اللي حصل له؟ وليه سموه ملك الشر في أول حياته؟ وإيه هي التجارة اللي كمل فيها باقي حياته؟ تفاصيل كتير عن الراحل سيد صادق هتعرفوها من الفيديو ده، والمفاجآت اللي في حياته مش هتصدقوها. سيد صادق بدأ حياته في الفن من بدري قوي، وكان من الموهوبين في المسرح، واللي بيروح من مسرح للتاني علشان يعمل اللي بيحبه. بس ده ما عطلوش أبداً عن إنه يدرس، وخلص مدرسة وهو واخد دبلوم تجارة. بعدها قرر إنه يشتغل في شركة أخوه وداه فيها، وكان عيل صغير، وأول شغل اشتغله كان في الخزنة، ووقع تحت إيده فلوس كتير وكان مبهور بيها. بس البداية في الشركة دي هي اللي خلته يحب قطع الغيار، وكمان يتعلم الفك والتركيب ويبقى صنايعي شاطر قوي. وده ما كانش في مصلحته إنه يبقى فاهم في كل حاجة، وده ما عجبش ناس من اللي كان شغال معاهم. وبعد فترة اضطر إنه يمشي من الشركة، وكأنها كانت خطوة علشان يفتح المحل الخاص بتاعه في وسط البلد. ومن الستينات لحد النهاردة وهو المحل بتاعه لقطع الغيار مفتوح، وهو مصدر رزقه الكبير. ورغم إنه ما قصرش في إنه يجيب فلوس علشان يتجوز ويفتح بيت، كان مضروب بالفن، وفي نفس الوقت كان من مسرح للتاني علشان يعمل اللي بيحبه. وبدأ ينتشر من المسرح لفيلم والتلفزيون. عمل اسم سيد صادق اللي الناس بتحبه، ومن كتر أطوار الشر اللي عملها في بداية حياته سموه ملك الشر. بس الحاج سيد زي ما بيقولوا عليه الفن كان السبب في التعب اللي ظهر على وشه لحد ما رحل من الدنيا. ومش هتصدق إن شريهان كانت السبب في اللي حصل له، وده بسبب مشهد في فيلم خلي بالك من عقلك، والمفروض إنها تديله بالقلم في المشهد، واتعاد 3 مرات، وده أثر على العصب السابع عنده وخلى فيه مشكلة في وشه وبقه طول عمره. سيد صادق كان خايف طول حياته من إنه ما يبقاش معاه فلوس، وإنه يحتاج تبرعات علشان يصرف على نفسه أو يحصل له حاجة وما يقدرش يتعالج. وعلشان كده شاف إن محل قطع الغيار كان أحسن حاجة عملها في حياته، وما زعلش عليها يوم واحد. بالعكس، ده استمر يروح المحل بتاعه كل يوم لحد ما مشي من الدنيا. المفاجأة بقى إن الحاج سيد من ولاده المؤلف الكوميدي لؤي السيد، اللي عمل أفلام كتير زي أحمد نوتردام وغيره، وكمان عنده بنته أشا وبتول، وكمان كان عنده أحفاد. ربنا يرحمه ويصبر كل اللي بيحبه.